اجتماع يكون فيه دفعة مادية ودفعة معنوية للنادي. دفعة تكون افتقدتوها الفترة الماضية؟ أكيد افتقدناها، افتقدنا اللي هو الالتفاف النصراوي، افتقدنا اللي هو أعضاء الشرف اللي كان يعني سابقا كان تشوف تمرين النادي يكون فيه مجموعة كبيرة من أعضاء شرف النادي، حتى لو ما كانوا يدفعون ماديا يعطون دفعة معنوية. والمعلومة هذه يمكن وصلتني أنا من أكثر من لاعب إن قالها بالحرف الواحد، قال ظهرنا صار مكشوف لسبب إن حنا نشوف أندية كثيرة قاعدين يدافعون أعضاء شرفهم في كل مكان، بينما حنا بدأوا يقلون ظهورهم أعضاء الشرف أو قوتهم أو كذا. يعني إحنا يمكن ممكن أعضاء الشرف في يعني يكون لهم توجهات غير توجه الأمير فيصل؟ إحنا هذا اللي إحنا ما نتمناه، احنا ما نتمنى الانقسامات، لان الانقسامات اذا صارت في اعضاء الشرف احنا نشوفها برضو في الجماهير، واحنا ما نتمنى الشيء هذا. يعني صارت للاسف عندنا في النصر، في النصر للاسف صارت مقسمه، انت تابع لمن الان؟ اي نعم موجوده، يعني احنا ما نقدر نخفيها، ما نقدر نخفي التصنيف اللي صاير، انت تابع لمين وهذا تابع لمين، هذا تابع لعضو الشرف الفلاني وهذا تابع. للاسف ان اختلاف اللي هو الاختلاف في وجهات النظر بالنسبه لاعضاء الشرف اثرت على الجماهير. توجهات اعضاء الشرف للاسف يعني سابقا كان كل عضو شرف عنده فكر يبغى يجي ويطبقه في النادي، يعني معليش بس عطني اقل من يبغى يطبق الشيء هذا في النادي، يعني ما عنده قناعه ان فيه اداره نادي او هو يطرح الفكره او يتواصل معهم بطرح فكره. بعد كذا اذا كان إدارة النادي اقتنعت في الفكرة هذه راح تطبقها، والشيء هذا صار منه كجماهير. يعني فيها أفكار كثيرة طبقتها إدارة نادي النصر كانت الفكرة موجودة لدى الجماهير أو مجرد نقاشهم في النادي مع رئيس النادي أو نائب الرئيس. عبد الله السيف. أول شيء نهني الإعلام الرياضي بلاين سبورت. شكرا. وبالنسبة للأمير فيصل بن تركي هو يعمل لوحده بس مع الجماهير إن شاء الله بقلوبها وكلهم. تحدثت عن أعضاء الشرف. وبالنسبة لأعضاء الشرف مشكلة كمشجع ايش تتمنى منه؟ والله أتمنى أنهم يلتمون، يعني اللي مو بقادر يعني يدعم الأمير فيصل بن تركي أتمنى أنه يكون في حاله. يعني أحيانا أعضاء الشرف إذا يبغى يسوي شيء في النادي وما قدر يسويه راح إيش يخرب عمل النادي. يعني أعضاء الشرف عن طريق الإعلام، عن طريق طبعا الإعلام متجهز لأعضاء الشرف ما شاء الله اللي منشقين يلقاهم مستقبلهم، فأتمنى أنهم إن شاء الله يكونوا معنا. نايف التميمي ينقل لك نفس السؤال. اجتماع أعضاء الشرف القادم الإخوان تحدثوا أنه في انشقاق. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأمسي على الإخوان وأمسي على الجمهور النصراوي. حياك. وأهنيكم افتتاح القناة، وجود كوادر وطنية مثلك أخوي سعد. شكرا. بالنسبة لاجتماع أعضاء الشرف، أول شيء بس أنا أحب برجع لسؤالك عن الأمير فيصل. تفضل. أول شيء الأمير فيصل يعني عنده الشجاعة الكافية اللي يتصدى لمهمة مثل رئاسة نادي مثل النصر، لأنه مكان غاية في يعني ملتهب جدا، وشيء غير عادي انك ترأس فريق مثل النصر. ليش ملتهب؟ ملتهب، فريق له إرث عظيم بطولات، فريق ما يرضى الا بالذهب، صار في دروب في مرحلة زمنية، فجاي الأمير فيصل بعد كل هذا مطالب من جمهور، يعني جمهور أول شيء جمهور النصر ذواق وجمهور واعي، فأنت تكون في مكان مثل هذا يعني لازم تكون على قدر كبير، وهو إن شاء الله أنه على قدر الثقة إن شاء الله. بالنسبة لاجتماع أعضاء الشرف والله إن شاء الله يعني الأمير فيصل يعني اللي واضح اللي احنا شايفينه أنه تقريبا رجل المرحلة حاليا اللي تقريبا الأغلب مجتمعين عليه. فالاجتماع هذا أنا بوجهة نظري أنه ما عقد إلا أنه في بوادر يعني ارتأتها الإدارة، أنه بوادر إيجابية، أنه فيه نقلة في الاجتماع هذا، ما راح يكون روتيني إن شاء الله، اجتماع من أجل الاجتماع، راح يكون في نقلة بإذن الله، أمور تعود على الفريق بإذن الله. تفضل أحمد. أول شيء أحب أمسي على إخواني الحضور وإخواني المشاهدين ونبارك لكم بافتتاح القناة إن شاء الله، ومن أفضل الأفضل إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لأعضاء الشرف واجتماعهم القادم، أتوقع أنه تحدث الإخوان أنه الانقسامات تكون بكل الأندية، ما في يعني نادي يخلى من انقسامات تقريبا بأعضاء الشرف، لكن المفروض أنه يكون لأعضاء الشرف إذا ما تستطيع أنك توقف يعني تدعم النادي فلازم توقف معه، مو شرط انك تدعم، اوكي هذا رايك ونحترمه، لكن وقف مع النادي، وفي انديه كثير تشوف. انا ابغى اسالك سؤال احمد، هل جماهير النصر عاطفيه بهالدرجه؟ لانه خلاص عضو شرف قال رايه انا اكون معه، لانه مثلا عضو شرف يمثل لي شيء او يعني لي شيء. في منها العاطفيه وفي منها الغير عاطفيه. مبارك. طبعا لا، في العاطفي وفي العقلاني،
يعني اوكي في بعض الحقائق احيانا توجع، لكن اذا صرت عقلاني تقدر تتقبلها. يعني العاطفي يعني في النهايه هو يدور مصلحه النادي. يعني انا يمكن بس بعقب على كلام اخوي ابو سلطان لما اتكلم عن اجتماع اعضاء الشرف. مشكلة يمكن انا اتصوري انا وسمعتها كثير من جماهير نادي النصر، مشكلة اكثر اعضاء شرف نادي النصر زي ما يقولون لهم باللغة العامية روس. يعني يمكن هي رأي ايجابية، لكنها في بعض الاحيان تكون سلبية. لكن الروس ما يقبلون ان احد يقيدهم، كلهم له رايه وكلهم يقدر يعني يشوف نفسه انه له الراي السديد وانه يقدر يمشي القافله هذه. يعني انا اتوقع انه هذا مو بحاجه سلبيه انا في نظري، لان بالعكس لما يكون تضم نادي زي هذا، يضم الكم الهائل من اعضاء الشرف فوق ال 200 زي ما تفضل اخوي سعود، وبهالفكر يعني اذا وجه صح، بس التوجيه صح، وهذا اللي شغال عليه الامير فيصل بن تركي، احتواء للمشاكل. كل ما صار في مشكله يحتويها، ما يصعدها، يحتويها قبل ما يصعدها، وهذا حاجه حلوه. ابو سلطان مبارك عقب على كلامك. اي نعم طبعا. وش الحل الان؟ شوف هو حاليا تدري متى الحل؟ تدري متى الحل؟ الحل انا اقول لك النتائج الكويسه في النادي، طبعا نتائج الفريق الاول، غير كذا البطولة. صدقني مع أول بطولة تعتبر بطولة لها وزنها، أنا أقول لك جميع الخلافات، سواء خلافات في المدرج أو خلافات لأعضاء الشرف، راح تنتهي. وبوادرها نقول إن شاء الله أنها ماشية، لأن العمل اللي احنا قاعدين نشوفه من الأمير فيصل عمل جبار. يعني مهما كان فيها أخطاء، احنا ما ننكر الأخطاء، فيها أخطاء وممكن فيه أخطاء سواء في تعاقدات أو أخطاء في أي شيء ثاني، لكن اللي ما يعمل ما يخطي. يعني اللي نايم في بيته صدقني هذا ما يخطي، لكن الإنسان اللي يعمل، والأمير فيصل سواء الأمير فيصل أو إدارته ما جاء للنادي وهو يتمنى الفشل. يعني إنسان دفع من جيبه، وهذا أكيد أنه يتمنى النجاح، لذلك ممكن يكون فيها أخطاء، لكن إن شاء الله نحن في الأيام الجاية يمكن تصدر الدوري لو فترة بسيطة بس، يعني يمكن أسبوع واحد أنت شفت كيف الالتمام، كيف الراحة. يعني حتى الفترة الأخيرة لو تلاحظ أن حتى أعضاء الشرف لغة اللي هو التصعيد ولغة الردود على بعض، وهذه كلها هدت بسبب النتائج والرضاء اللي صاير في الفريق. أبو ثامر طلبت ما قصر أبو سلطان والإخوان، بس نقطة معينة يعني بقول لك إياها. في كل بيت يوجد خلافات. النصر لأنه كبير دائما مسلط عليه الأضواء. زيد على ذلك، أنت سألت الأخوان قلت هل جمهور النصر عاطفي؟ أنا أقول لك من لا عاطفة له لا يعشق لا يحب. إحنا العلاقة اللي بيننا وبين النصر عشق منذ الصغر، تربينا عليها. تحبون النصر تختلفون؟ كيف؟ تحبون النصر تختلفون؟ الاختلاف هذا هو الشيء الحضاري. من لا يختلف على قولتهم اللي لا يخطئ لا يصيب. صح. دائما الإنسان الاختلاف دائما لدرجة أنك تواجههم. الاختلاف دائما شيء يعتبر عقلاني وشيء حضاري، انه دائما انا الانسان لما انا امشي في طريقي وصار لي مشكله او صار لي خطا، احاول في المره الثانيه اللي امشي بنفس الطريق اني اتجنب هذا المطب او اتجنب هذا المكان اللي محطوط لي اللي فيه المشكله. احنا لو ما اختلفنا احنا نلعب على بعضنا. احنا جمهور النصراوي نختلف في حب النصر، في عشق النصر، في بعض الجزئيات البسيطه اللي ما تاثر عن علاقتنا بالكيان. احنا نتبع الكيان. عبد العزيز تفضل. طبعا في كلمة حق لازم تقال للأمير فيصل. الأمير فيصل طبعا العام طبعا هو كلف كرئيس نادي. طبعا هذا لا يعتبر أنه رئيس نادي، طبعا نعتبر من السنة هذه خلال 6 شهور تقريبا من بداية الدوري إلى الآن ماذا فعل؟ حقق المركز الأول إلى الآن، جدد عقود كثير من اللعيبة، سدد مستحقات بعض اللعيبه مثل السهلاوي اللي هو يعتبر اغلى لاعب سعودي الى الان. يعني في امور يعني سوى المستحيل. يعني الامير فيصل هذا رجل مهم الان، هذا الرجل يعني نسميه اذا كان الرئيس الامير فيصل بن عبد الرحمن الرئيس الذهبي، هذا الامير فيصل بن تركي هذا جبل من ذهب يمشي. يعني صدق يعني الامير فيصل سوى اشياء لم كنا نتوقعها، فعل اشياء ما كنا يعني. تحدثتوا عن الصداره كثير. صدارة نادي النصر الآن نتيجة عمل إداري فني أكيد أم إخفاق الفرق؟ لا نتيجة لا ما أتكلم. أنا أقول لك نتيجة عمل فني. وأنت لما تبغى تقارنها قارنها بالمواسم اللي راحت كنقاطيا. يعني إحنا كنا خلنا نقول مثلا زايد فريقين أو زي كذا. يعني إحنا في مواسم راحت كنا نعدي الدور الأول 11 نقطة،
14 نقطة خسائر، يعني احنا خلصنا الدور الأول ما عندنا إلا خسارة واحدة. طيب يعني أبو سلطان أنا معليش مضطر إني أقاطعك، عندنا فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود.